تعليقا على واقعة الاعتداء على قائد المقاطعة بمدينة تمارة، فمن الناحية القانونية ما قامت بما يعتبر جريمة وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وهي جريمة تعاقب عليها مجموعة من القوانين الجنائية. أما من الناحية ديالنا حنا صرفقاتو بلا ما تشعر، حيت هو الأول اللي تبع لها، ملي شافها كتصور مشى ليها وضرب ليها التليفون من يدها حتى طاح في الأرض، وردة الفعل ديالها كانت خارجة عن الإرادة ديالها. بغيت غير نفكركم بهذا القايد ولا الوالي اللي شبع في عباد الله الصفيق أيامات كورونا، واش حتى هو تحاسب ولا المعادلة ما موازناش ويبقاو ياكل الضعيف. وواحد الملاحظه اخرى، فين هما جمعيات حقوق المراه؟ حيت لقيت تعدى عليها ودافعت على راسها، ولا كيبانوا غير مدونه الاسره والارث المخزن خط احمر. المهم هذا الفيديو خرج بخلاصه انه بنادم اذا كان قدام مريض يحس هو المخزن بصفه عامه يتحكم في الاعصاب ديالو، ما يحاولش يطيح في الاستفزاز، سواء كنتي دري او دريه، ما تكونش متسرع. للاسف معتديه تواجه مساءله